سنة 2019 حصل حفاير في منطقة مهمة جدا، ولقوا في الحفاير دي كذا حاجة عليها علامة استفهام. عايزين نعرف ايه حكاية الحاجات اللي لقوها وايه قصتها. البعثة اللي كانت بتقوم بهذه الحفاير هي بعثة مصرية. الطبيعي واللي موجود من قديم الأزل إن هم بيمسكوا حتة حتة اللي حوالين الأهرامات، أي أهرامات في مصر مش الجيزة فقط، ويعملوا ليها عملية تمشيط وحفاير شبكية، إن هم ياخدوا مربع مربع ويبتدوا يشوفوا إيه اللي موجود حوالين المقابر دي. لأن الأهرامات يا جماعة ما هي إلا جبانات كبيرة كانت ملكية وبيدفنوا حواليها أكبر العائلات والناس اللي هي ذو مناصب، والعمال كمان اللي كانوا بيشاركوا في عملية الدفن. فهناك عند هرم ميدو اللي هو موجود في محافظة بني سويف جنوب القاهرة، هناك في مجموعة جبانات مهمة جدا. وكمان من ضمن الحفاير أو الاكتشافات المهمة اللي حصلت هناك إن هم لقوا قبر الأمير نفرماعت. نفرماعت اللي هو ابن الملك سنفرو وأخو الملك خوفو، عشان تكونوا عارفين. نفرماعت ده اللي هو مين بقى؟ اللي هو أبو حمقيونو. فالمنطقة هناك مهمة جدا، فبيمسكوا مصطبة أو مقبرة مقبرة ويعملوا عملية حفاير حواليه. فكان في مصطبة رقمها 17 جت دور عليها، وإن هم بيدوروا حوالين المقبرة دي عن الحاجات الملاحقة ليها، لأن أغلبية المقابر بتكون ليها مثلا غرف ملاحقة، دفنات مختلفة، مكان مهم، باية لازم يحصل التمشيط ده. وكان عندهم حق، هم لقوا إن المصطبة دي حواليها سور. السور ده في الجهة الشرقية منه لقوا حفرة. الحفرة دي مهمة جدا، لأن هم لما جم نزلوا بالحفاير ليها لقوا حاجة بالنسبة لنا إحنا عادية، يعني مش غريبة، بس ممكن يكون بالنسبة للناس اللي ما تعرفش الحضارة المصرية أوي يستغربوا جدا من الفعل ده. لقوا إيه؟ لقوا المنظر اللي قدامكم ده عبارة عن راسين لطور، مش طور كامل، ومدفونين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني الراس مقابلة للراس ده. والله أنا ما عنديش علم هل باقي الطور مدفونين مع الراس ولا الراس لوحدها. أنا بس اللي أنا شايفاه قصادي، أنا شايفة الراس فقط، مش شايفة الهيكل العظمي بتاع بقية الطور. وده كان عادة كان المصريين القدماء بيعملوها في هذه المرحلة، وهي تقدمة القرابين الحيوانية وليست البشرية. لأن في المرحلة دي كان في حضارات تانية كانت بتقدم قرابين بشرية، لا المصريين القدماء ما كانش عندهم الخصلة دي. بس ممكن كان يبقى في شوية في عصر ما قبل الأسرات، بس مش قرابين بشرية، يعني ليها تفسيرات تانية هبقى أوضحها. بس لقوا إيه؟ لقوا اللي انتوا شايفينه قصادكوا ده، راسين لطور، طول وطور قصاد بعض. وكمان لقوا حاجة تانية جنب الراس دي أو جنب القرابين دي. لقوا حاجة كمان، لقوا إيه؟ أواني مغطاة من الفخار، مغطاة ومحكمة الغلق كمان بورق البردي. والتلات أواني دول مترصصين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده جنب الطورين دول. طبعا الكلام ده كان سنة 2019، والمفروض ان هم ساعتها اجروا دراسات على الاواني دي عشان يعرفوا ايه اللي جواها. طبعا انا ما عرفتش بصراحه، يعني انا حاولت ان انا اوصل للدراسه اللي طلعت بعد كده ايه اللي موجود في الاواني دي، انا ما عرفتش. بس يا ترى ايه هي الاواني دي وليه هي موجوده؟ هل دي مثلا زي الاواني الكانوبيه؟ بس ما كانش بيحصل اواني كانوبيه للحيوانات دي، ما كانش فيه الكلام ده. ممكن يكون زيوت مثلا تتقدم قرابين، او حاجات تانية تقدم قرابين عند المصريين القدماء، لان هم كانوا ممكن يقدموا قرابين نباتيه، يعني ممكن يكون دي فيها بذور بتحصل، وممكن دي يكون جواها مثلا حيوانات تانية محطوطه جواها، لقيناها في اكتر من حاجه. فبالتالي في اختيارات قدامي كتير جدا، بس ما اقدرش احدد لان انا معرفتش الدراسة اللي تم اجراءها على الثلاث اواني دي. بس دي بالنسبة لي كانت حاجة غريبة، وبصراحة انا ما بلاقيش القرابين دي كتير يعني. بس بنلاقيها امتى؟ بنلاقيها في المقابر الملكية واللي هم الناس القريبين من الملك قوي. يعني مثلا لقينا نفس الحكاية في مقبرة الملكة حاتب حارس ام الملك خوف، وده كان من ضمن العلامات ان في مقبرة تحت الملكية ان احنا بنلاقي تقدمة حيوان كقربان، دي حاجة أساسية عندهم. طب هما ليه كانوا بيعملوا كده؟
ده يا جماعة نوع من أنواع التقرب للآلهة المصرية في ذلك الوقت يعني، فكان الموضوع ده لازم. وكان في حيوانات تانية بتتذبح وبتتوزع عند عملية الدفن وفي الثانوية وي الكلام ده كله كان بيحصل عند المصريين القدماء وما زال بيحصل لغاية وقتنا هذا. طيب هو الموضوع خلص على كده يا نيرفانا؟ طورين وثلاث أواني هو ده الغريب عندك؟ لا يا جماعة، لقوا حاجة تاني مريبة شوية. ايه هي؟ جوه السور لقوا دفنة، بس الدفنة المرة دي مش لحيوان. والدفنة بالنسبة لي أنا غريبة، لأن الدفنة كان جواها فتاة مراهقة عندها 13 سنة. عرفوا ازاي سنها يا نيرفانا؟ عرفوا سنها لأن في عظام، ده هيكل عظمي، هي مش متحنطة على فكرة، ده هيكل عظمي. فالهيكل العظمي يقدروا من دراسة أبعاده يعرفوا العمر اللي مات عليه صاحب هذا الهيكل. فمن خلال الدراسة اللي أجروها على هذا الهيكل لقوا إن عندها 13 سنة. أولا موقع المقبرة غريب من وجهة نظري، يعني هي موجودة داخل السور اللي خاص بالمسطرة، فهي اتدفنت ليه في المكان ده؟ هل هي كان شخص عزيزة على صاحب المقبرة ولا إيه؟ دي نقطة. تاني نقطة إن الوضع بتاعها وضع قديم قوي. يعني إيه نيرفانا الوضع؟ يعني أنت لما بتلاقي موميا بتلاقي ليها وضع، من خلال الوضع ده بنعرف إيه القصة بتاعتها وإيه، وهل هو أمير ولا نبيل ولا ملك ولا مات صغير ولا مات كبير ولا بنت ولا ولد ولا ست ولا راجل. دي كلها بنعرفها من خلال الأوضاع. لما لقوا الهيكل ده لقوا الفتاة دي على وضعية القرفصاء، يعني زي الجنين في رحم أمه. والوضعية دي كانت قديمة، يعني كانت موجودة في عصور ما قبل الأسرات. الجبانة اللي أنا بتكلم عنها النهاردة دي عصر أسرة تالتة، فبالتالي الوضعية دي كانت موجودة في الفترة اللي قبليها شوية. يعني في احتمالية إن تكون قبر الفتاة ده أقدم من المكان ككل، نظرا لوضعية القرفصاء. في المرحلة دي ما كانش فيه قرفصاء خالص، أو ممكن يكون فيه بس متهيالي لا ما فيش. فبالنسبة للمقبرة بتاعت الفتاة دي، هي دي بقى علامة الاستفهام اللي عندي. إيه اللي جابها هنا؟ وإيه قصتها؟ وهل هي في وضع الجنين عشان صغيرة؟ بس 13 سنة دي بالنسبة لهم زمان ما كانتش صغيرة. إيه اللي جابها في المكان ده؟ وهل هي قبل ولا بعد دفن صاحب مقبرة رقم 17؟ وإيه قصتها؟ في ناس هتروح بمخها وتقول إن ده قربان بشري. لا يا جماعة، لو في قربان بشري بيبان عليه إن هو قربان، يعني بيبقى مثلا مذبوح مقتول مسموم مخنوق، بيتعرف كل الكلام، أو مربوط حتى. لا هنا الوضع لا، ده واحد ده وضع عادي جدا، ما فيش فيه أي شبهة إنها تكون قربان أو تكون ماتت غصب عنها. لا دي ميتة موتة طبيعية. ده اللي أنا هحاول في الفترة الجاية أعرف إيه سبب وجود هذه الفتاة في هذا المكان.